ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم طريقه حلوه قوي للفراخ، هي الفراخ بالوايت صوص. اول حاجه انا جبت فراخ، غسلتها، نضفتها وشلت كل الدهون والجلد اللي بيبقى فيها كده، وفتحتها كده فتحات بالشكل ده. ونقعتها في ملح وخل وميه لمده نص ساعه، وبعدين شطفتها وصفيتها من الميه كويس جدا. لازم تصفيها في الخطوه دي قبل ما تشتغلي بيها. بعد كده هجيب ملح وفلفل وهبدا اتبل الفراخ ديت، هرشها رشه ملح وفلفل. لو حابه تعملي الطريقه ديت بالصدور بس ماشي، حابه تعمليها بفراخ عاديه زي ما انا هعملها كده، اي طريقه اي حاجه عندك ممكن متوفره ممكن تعملي بيها الفراخ بالطريقه ديت. دي صنف جديد من الفراخ او نوع جديد يعني، او تغيير ممكن تعمليه غير الطرق المعتاده اللي احنا متعودين عليها، بس بتدي نتيجه حلوه وطعم حلو. واهم حاجه تكوني منضفه الفراخ كويس جدا ونقعاها في ملح وخل عشان تكون نظيفه ومتعقمه. انا جبت كمان هنا كميه من الدقيق، وهبدا اجيب بقى الفراخ اللي انا تبلتها بالملح والفلفل، وهعمل لها كده رشه خفيفه، بس رشه دقيق خفيفه اهي كده، تكون خفيفه قوي، مش بحط لها دقيق كتير. اي نوع دقيق عندك متوفر هتحطيه او هتستعمليه. بنفض كده دقيق، هجيب طاسه واحط فيها زيت واحطها على النار وابدا احط فيها الفراخ ديت. جبت صينيه وحطيت فيها زيت، هضيف الفراخ واشوحها عشان عايزاها تاخد لون معايا. بعد ما تاخد لون من تحت بقلبها على الناحيه التانية، وانتي بتشيلي الفراخ من الدقيق بتنفضيها عشان مش عايزاها تاخد دقيق كتير. وبقايا الفرخه اللي بتبقى معايا الجناح او الرقبه بعملها بدل ما ارميها. صينيه تانية وحطيت فيها شويه زيت، وجبت معاها قطعه زبده اهي وسيحتها. هعمل دلوقتي الوايت صوص. هحط 4 معالق دقيق، وهقلبهم كده في الزيت والسمنه لحد ما يتشوحوا كويس. انا عايزاهم ياخدوا لون، هقعد اقلب فيهم لحد ما ياخدوا لون معايا. لو حسيت وانا بقلب الدقيق ان هو ماسك معايا او ناشف كده، بروح مزوده قطعه زبده او شويه زيت. انا عايزه الدقيق يبقى في المرحله ديت كده زي الميه، عشان لما يجي يتحمر معايا ياخد لون كويس. وبعد كده لما اجي اضيف له اي سوائل اللي هي اللبن والشوربه ما يكلكعش معايا. خلاص الدقيق بدأ ياخد لون معايا اهو يتحمر كده. هبدأ اضيف له كوباية لبن، كوبايتين شوربة. لو ما عندكيش شوربة هتحطي مكعب مرقة تضيفي بقى كوبايتين مية. هتقلبي كده لحد ما الصوص دوت يبقى تقيل معاكي اهو. خلاص الصوص بقى جاهز معايا، ولازم يبقى خفيف في المرحله ديت عشان لسه انا هضيف فيه الفراخ والبصل والثوم عشان الفراخ تكمل سواها، فلازم يبقى خفيف في المرحله ديت. انت ممكن تزودوا له شويه شوربه تاني لو حابه، يعني لو لقيتيه تقيل معاكي بتزودي الشوربه عشان نسوي بيها الفراخ، او ميه لو ما عندكيش شوربه. هبدا اضيف دلوقتي البصل والثوم اللي انا حمرتهم دول، وهقلبهم فيه كده
واظبط الملح والفلفل بتاع الصوص دوت معايا. هبدأ دلوقتي بقى اضيف الفراخ عشان تكمل سواها. بهدي النار شوية وابدأ كده اقلب الفراخ في الصوص معايا. هغطيه كده بيها. هشغل الفرن واحط الصينيه ديت في الفرن على نار متوسطه، واغطيه لحد ما الفراخ تكمل التسويه بتاعتها وتاخد لون معايا. رز ابيض بالشوربه. انا جبت حله وحطيت فيها زيت وهبدا اضيف الرز ده غسلته وصفيته. شوحت الرز خلاص كده. هبدأ بقى اضيف له الشوربة. هجيب مصفى كده وهصفي فيها الشوربة اللي هحطها، والشوربة لازم تكون سخنة لما اضيفها على الرز. كل كوباية رز بتحطي عليها كوباية شوربة ومعلقة ملح. لو ما عندكيش شوربة بتضيفي مية، كوباية مية على كوباية الرز. بتقلبي الرز، بتسويه الاول على نار عاليه وبعدين بتهدي النار عليه. بعد ما بيتشرب من الشوربه اللي فيه بتهدي النار وتسيبيه يكمل سواه. حله وحطيت فيها معلقتين زيت وكوبايه لسان عصفور صغيره، وهعمل دلوقتي شوربه معايا. لازم نقلب اللسان العصفور كده باستمرار طول ما هو على النار عشان ما يتلسعش منك لحد ما ياخد لون معايا. واول ما ياخد لون بضيف له ميه. بسويه الاول بشويه ميه كده، حوالي كوبايه ميه، وبعد كده بضيف له الشوربه بعد ما يستوي نص سوا. ما بضيفش الشوربه على طول. اول ما يبقى لونه ذهبي بضيف له الميه بالشكل ده. هضيف له نص مكعب مرقه. هضيف الميه بقى، ما بضيفش ميه كتير، بضيف كوبايه ميه بس كده. هغطيه واسيبه لحد ما يستوي نص سوا. شوربه لسان العصفور خلاص انا ضفت لها الشوربه، ودلوقتي لازم اشيل الوش دوت كده اللي بيبقى عليها التزييته ديت عشان ما تبقاش مزيته، تبقى خفيفه. فلازم اشيل كل الوش ده. واظبط لها الملح بتاعها واسيبها بقى تكمل سواها. ولو لقيتها بعد ما استوت محتاجه شويه شوربه تاني بزود لها. لقيتها الشوربه فيها مظبوطه خلاص. اعمل ملوخيه. انا جبت الشوربه اهي وحطيت فيها مكعب مرقه وظبطت الملح بتاعها، وهبدا بقى اضيف لها معلقه سكر صغيره مش مليانه، وهضيف معلقه كزبره كمان، معلقه كزبره ناشفه، وهسيبها تغلي كده. هو ده اللي بضيفه للملوخيه. رغيف مرقه، معلقه سكر، معلقه كزبره، بظبط الملح بتاعها اهي. ده بيديني ملوخيه حلوه طعمها حلو ومسكر. خلاص هي الشوربه غليت معايا. الملوخيه اهي. انا معايا ملوخيه غسلتها، وبعد ما بغسلها بسيبها لحد ما تتصفى من الميه كويس جدا، وبعد كده بخرطها كده بالشكل ده. حطيتها في طبق اهي، وهبدا اضيفها هنا على الشوربه. هبدا كده اقلبها. لما الملوخيه تكوني منشفاها كويس من الميه وتيجي تطبخيها تتسبك معاكي، تبقى كده بالشكل دوت، مش هتطلع رغوه كتير، وهتبقى طعمها حلو، مش هتسقط معاكي. فاساسي لما تكوني هتعملي ملوخيه لازم تصفيها كويس من الميه، او تنشفيها بفوطه او بمناديل، اي حاجه متاحه عندك، او تسيبيها قدام مروحه تنشف معاكي اهي.
لو فيها ساعات بيبقى الملوخيه فيها كلاكيع كده، لازم تتاكدي ان كل الكلاكيع اللي فيها دي تتفكت. لكن انا الملوخيه اللي معايا كده ما فيهاش حاجه، عشان انا منشفاها كويس قبل ما اخرطها. بجيب طاسه هنا واحط فيها زيت، لو حابه تعمليها بالسمنه ممكن. وهجيب معلقه توم مهروس، معلقه كبيره. التوم دوت اهوت انا مجهزاه عندي في التلاجة، ببقى عاملاه لما بيبقى موسم التوم الاخضر. بروح جايبه التوم وافصصه واقطعه واعمله في المفرمه. لو حابه تشوفي الفيديو بتاع تجهيز التوم هتلاقيه عندي على القناه اهو كده. والعين وكده انا باخد بالي من الملوخيه برضو عشان ما تسودش معايا، مش عايزاها تغلي كتير. ببدا اشيل الرغوه اللي بتبقى على وشها دي، هي خفيفه اهي مش كتيره. ما بخليش الملوخيه تغلي كتير معايا. بهدي عليها النار لحد ما التومه تحمر معايا، عشان عايزه احتفظ بشكلها كده او بلونها يبقى مخضر معايا، ما بخليهاش تغلي. خلاص كده الملوخيه خلصت معايا وطفيت عليها النار. اول ما التومه تحمر معايا هضيفها على الملوخيه، اعمل لها الطشه بتاعتها. الافضل لما تيجي تعملي الملوخيه ما تزوديش الدهون بتاعتها، يعني ما تحطيش ماده دهنيه كتيره للثوم. هي معلقه زيت كبيره على معلقه الثوم الكبيره برضو. اول ما تبدا تصفر معايا كده هضيف لها معلقه كزبره ناشفه، وهقلبها فيها تقليبه كده تشويحه سريعه. وهبدا دلوقتي بقى هطشها بالملوخيه. نعمل كده واضيفها على الوش هنا. الطشه بتاعتها كده خلصت معايا الملوخيه، والشوربه كمان خلصت خلاص اهي. خلصت معايا اهي. وممكن اديلها رشه بقدونس كده، هتديها شكل حلو جمالي وطعم حلو برضو اهي. استوت معايا وخدت لون محمر كده من الفرن. الملوخيه اهي ملوخيه خضراء بكل اسرارها، ورز ابيض بالشوربه. الشوربه بس هتكون غيرت شكله شويه، بتديله لون اغمق شويه عشان التوابل والطماطم والبصل الحاجات اللي بتبقى محطوطه في الشوربه. شوربه لسان العصفور. ودي الوصفه بتاعتي النهارده، فراخ بالوايت صوص، ملوخيه خضراء، رز ابيض، شوربه لسان عصفور. بالهنا والشفا، واتمنى الوصفه تعجبكم واتمنى ان انتوا تجربوها.